بن شيخ أمينة مدير جريدة العالم الأمازيغي. اليوم كننظروا المنتدى الثالث لأمازيغ المغرب، وسنتناولوا فيه واحد الموضوع اللي هو مهم جدا، وهو تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مجال العدالة. واختارينا هذا الموضوع هذا حول هذا المجال لأن تم المغرب افتتح واحد الورش ديال إصلاح منظومة العدالة، ولكن للأسف يتم صعيد يعني المرقى ديال ترسيم اللغة الأمازيغية. وحنا منذ بداية ترسيم اللغة الأمازيغية ونحن نطالب ونناضل من أجل ملائمة جميع القوانين مع الفصل 5 خصوصا، وأن القوانين الآن مادام هذا الورش مفتوح ضروري من أخذ بعين الاعتبار هذا المعطى هذا، خصوصا وأن القوانين لضمان الثبات ديالها والاستقرار الأمني القانوني يعني ما تتغيرش كل سنة أو كل سنتين، التغيير ديالها يتم من سنوات. إذا إلا ما غيرناش الآن في هذا الورش هذا اللي مفتوح فغيكون راكب مشاوب. ومناسبة كذلك أنه نحتفلوا في السنة 23 من إصدار جريدة العالم الأمازيغي، وكذلك مناسبة باش أننا نكرموا روحي فقيدي الحركة الأمازيغية وفقيدي الحركة الحقوقية الأستاذ الحسين الملكي والأستاذ أحمد الطب. دعوة العالم الأمازيغي لتنظيم هذا اللقاء لسببين رئيسيين. الأول أن هيئة الرباط في شعارها لهذه المرحلة أنها منفتحة على كل المبادرات الجادة والمسؤولة من أجل الرقي ببلادنا في كل المجالات لإرساء دعائم دولة ديمقراطية حداثية. المسألة الثانية بأن المسألة الأمازيغية ليست ماشي ديال طرف دون آخر. القضية الأمازيغية هي قضية كل مواطن ومواطنة مغربية. القضية الأمازيغية هي هوية وحضارة، وناضل كل الفاعلين خاصة الفاعل المدني الأمازيغي من أجل أن تتبوأ الأمازيغية دورها وريادتها داخل المجتمع، وتوج هذا النضال بإقرار الأمازيغية لغة رسمية في دستور 2011 المادة 5. التنوع اللغوي والثقافي لم يكن أبدا في الدول الديمقراطية عامل أو عائق، بل التنوع اللغوي والثقافي هو عامل قوة وعامل تطوير للشعوب والحضارات. دسترت اللغة الأمازيغية في 2011 جاء نتيجة لنضال الحركة الأمازيغية والنضال الحقوقي، لكن النضال ما زال مستمرا، والدليل على ذلك أننا نتواجد اليوم في هذا اللقاء لنقول بأن الدسترة وحدها لا تكفي. Cher Président, Monsieur Aziz Rabia de Club des Avocats, représentant directeur des associations et de la société civile, des instances publiques, les membres de Club des Avocats, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus, aussi bienvenue au nom de la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté au Maroc, qui est représentée aujourd'hui par ma collègue Shaima Borgich et moi-même. Ça fait énormément plaisir de vous voir. Merci de dédier votre vendredi à cet événement. Nous sommes vraiment fiers et contents de travailler avec vous et de soutenir déjà depuis des années la cause des Amazirs. Nous sommes une fondation politique libérale allemande qui travaille dans beaucoup de pays, et au cœur de notre identité, de notre mission, sont les droits de l'homme, l'état de droit et la démocratie. Ça, c'est vraiment le point commun. N'importe dans quel pays vous allez, vous, la Fondation Ampère, il y en a une quarantaine. C'est-à-dire encore beaucoup des droits de l'homme, de l'égalité de genre, de l'état de droit. Et parfois, on rencontre la remarque que les gens nous disent « oui, mais ça, c'est des valeurs occidentales ». C'est pas nos valeurs, en fait. C'est les valeurs que l'Europe essaie d'imposer sur d'autres pays. في التسعينات بالإضافة للحركة الأمازيغية كانت إشارات من قبل حسن الدين الله يرحمه فيما يتعلق بالأمازيغية، وكان حدث كبير أنه يتم بالأمازيغية في الخطاب الثاني ويعتبر بأنه اللغة الأمازيغية والأمازيغية بأنه جزء أصيل من
الثقافة المغربية ويتعين الاعتناء بها، ومشى بعد ذلك أنه ليس بإمكانية تدريسها بالحضانة الابتدائية. ملي غيجي العهد الجديد مع جلالة الملك محمد السادس غادي نلقاو قفزة نوعية أخرى، وغادي نذكر هنا خطاب أجدير كنا كنعرفوه، ولكن خصنا نعرفوا أيضا بأنه كان خطاب قوي وخطاب جريء وفيه رد على كل المحافظين وعلى كل من يعتبر بأن هناك لغة مقدسة على حساب لغة أخرى، أو ثقافة مقدسة على، أو هناك لغة عالمة ولغة غير عالمة. ولازم نتذكر بأن كثير من المحافظين حتى مجرد اللغة يجادلون في كونها لغة ويهددون اللهجة اللغة تنقيصا وتقليصا واستعلاء بلغة أخرى. هذه اللغة الأخرى التي نعزها ونحترمها ونقدرها أيضا، ولكن لا ننسى بأن هذه اللغة العربية نفسها المصدر ديالها هما البدو الأقحاح، وهي انعكاس على ثقافة البدو الأقحاح ولغة تعبر عن حضارة البدو في التعاطي مع القيم، في التعاطي مع الحب، في التعاطي مع المغرب، في التعاطي مع العنف أيضا. وإذا بغيتم تشعروا مدونة الأسرة وستجدون العنف اللغوي عندما يريد أن يمارس السلطة. من واضح أن النشاز كلها مرتبطة بالإيدي. هذا عليه. إذن خطاب أجدير أن الرسالة الأساسية هو أن تحولت الأمازيغية من مجرد خط نضالي ومجرد مطالب أمازيغية صرفة لنخبة أمازيغية إلى مرتكز وإلى أساس والصلب منظور الحكم للهوية المركبة المغربية، واعتبر بأن الأمازيغية هي ذات جذور عميقة تمتد في تاريخ وطننا وفي تاريخ شعبنا وفي تاريخ أمتنا. أولا كنشكر العالم الأمازيغي وكل من ساهم في تنظيم هذه الندوة التي هي ندوة راهنة خاصة أن الدستور دستر اللغة الأمازيغية، ولكن للأسف ما دام موضوعي هو دور مدونة الأسرة في حماية حقوق النساء، يتبين أن إذا كانت المرأة المغربية تعاني في إطار مدونة الأسرة من بعض ثغرات ومجموعة من القصور في إطار مدونة الأسرة، فالمرأة الأمازيغية تعاني ضعف ديك المعاناة اللي عندها آثار نفسية وتعرقل في الوصول والولوج إلى العدالة. كنعرفوا أن المغرب اتخذ واحد المجموعة من الإصلاحات الهامة سواء على المستوى التشريعي والمؤسساتي اللي تعزز بمراجعة واحد المجموعة ديال القوانين، واللي منها مدونة الأسرة اللي كنعرفوا ان مدونه الاحوال الشخصيه يعني استوطنت واحد المده ديال 60 سنه وكان بها حيف وظلم يعني في اطار حقوق ديال النساء لم تكن يعني تصل الى مساله مثلا ديال الطلاق الا بصعوبه، وهذا كان يشكل يعني واحد الحيف وواحد الظلم بالنسبه للمراه المغربيه. جاءت مدونه الاسره، وانا الموضوع ديالي هو دور مدونه الاسره في حمايه المراه الامازيغيه. كنقول بان مدونه الاسره جاءت من اجل المراه المغربيه بمختلف الهويات ديالها، ولكن اللي اساسي هو ان يعني واحد التمييز اللي تيتعلق باللغه يشكل ضعف ذيك المعاناه اللي كتعانيها المراه المغربيه في اطار مدونه الاسره، رغم ما جاءت به من مجموعه من التعديلات والمكتسبات بحيث انها راعت يعني شيئا ما المساواه في مثلا في سن الزواج حدثوا في 18 سنه بالنسبه للفتاه والفتاه مع الاستثناء ديال الزواج القاصرات او الطفلات. وهذا الزواج الطفلات كنعرفوا بانه يتواجد عند الامازيغيات اللي كيتواجدوا في الدشوره واللي كيتواجدوا كذلك في الجبال في المناطق النائيه البعيده عن المدن، لان ما كاينش تعليم، ما كايناش مجموعه ديال الحقوق اللي ما كتمتعش بها المراه الامازيغيه التي تعمل وتكد اكثر من المراه. اظن ان في المناطق الحضريه لانها تدخل في الفلاحه وكتخدم مجموعه ديال الاعمال، ولكن للاسف ما كتاخذش يعني ما كتشارك في الرجل او مثلا غير المراه اللي كتصنع التربيه كتطيبها وهذا والراجل كيمشي يبيعها وهو اللي هو صاحب القوامه. وهذا فيصل عقاوي عضو المكتب التنفيذي للتجمع العالمي الامازيغي. اليوم شاركنا في لقاء اشغال المنتدى الوطني لامازيغ المغرب في نسخته الثالثه، واللي نظموا التجمع العالمي الامازيغي بشراكه
مع هيئة المحامين بالرباط، وكذلك بالتعاون مع جريدة العالم الأمازيغي وبدعم مؤسسة فريدريش شنومان من أجل الحرية. هذا اللقاء يعني كان المحور ديالو كيهم مسألة ديال التفعيل ديال اللغة الأمازيغية في مجال العدالة، وكان يعني أطروا أساتذة ومحامين ومجموعة ديال الفاعلين ونخبة جد مهمة من عدد من الدول وكذلك من وسط المغرب، وتناولنا فيه الإشكاليات المطروحة على مستوى القضاء، وكانت الإشارة لمجموعة ديال الإجراءات اللي خصها تتفعل واللي كتطلب يعني تدخل آني وضروري لضمان يعني المحاكمة يعني العدالة بواحد الشكل يعني نزيه، وكذلك لضمان تحقيق عدالة واحترام ديال اللغة والثقافة الأمازيغية. هذه الإجراءات أكدنا على مجموعة ديال النقاط الأساسية، خصوصا التشريع يعني كيتطلب تشريع مجموعة ديال القوانين اللي تتضمن استخدام الأمازيغية في المحاكم والإجراءات القانونية. كذلك طالبنا بضرورة توفير الترجمة، وذلك من خلال يعني توفير الخدمات ديال الترجمة الآنية أو الفورية يعني من طرف محترفين وخبراء في كل المحاكم لضمان فهم المتهمين وكذلك الشهود والضحايا وفي كل الإجراءات القانونية اللي كتعرفها المحاكم. طالبنا كذلك ضرورة يعني تدريب وتوعية يعني تدريب القضاة والمحامون والعاملين في مجال القضاء على استخدام الأمازيغية والتعرف على الثقافة الأمازيغية، بالإضافة إلى ضرورة إصدار يعني وثائق رسمية اللي طالبنا بها كذلك، لأنه إصدار وثائق قانونية مثل العقود والأحكام القضائية ستكون ضروري باللغة العربية واللغة الأمازيغية. المسألة الثانية هو تم المطالبة بتعليم اللغة الأمازيغية، وذلك من خلال إدراج المناهج ديال التعليم القانوني لضمان أن يكون المحامون والقضاة الجدد ملمين بهذه اللغة. كذلك نشر الوعي وسط المجتمع المغربي من أجل توضيح أهمية الأمازيغية في القضاء لتعزيز العدالة وضمان الاحترام الثقافية واللغوي للأمازيغ، وهذا غادي يعزز يعني الوحدة الوطنية والتنوع الثقافي الذاتي.